السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الدجاج المغربي. كيف ما كتشوفوا معنا متوفر الدجاجة عندها 3 شهور و15 يوم، الحمد لله في صحة مزيانة. المهتم بالأمر يتواصل معنا، وما تنسوش انكم تابونوا معنا في القناة ديال اليوتيوب فضلا وليس امر. وشكرا على البارطاج ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم. وكيف ما كنقول لكم اثمنه راه حنا دايرين جد اثمنه مناسبه وسلعه مليحه الحمد لله، لان كاع الناس اللي خداو عندنا الحمد لله راه هما يعني كيشهدوا بهادشي اللي حنايا كنبيعوا لهم، وراه كتوصلك السلعه. يعني حنا كنتواجدوا في مدينه اولاد سيمه، كنديروا لومبالاج في الصنادق، كنصيفط لكم السلعه ديالكم بالليل كتوصل عندكم في الصباح. بالنسبه للموتى الحمد لله راه ما تتكونش الموتى اللي غادي كتكون الا كان في اللومبالاج انك مزاحم السلعه ولا. اما بالنسبه اللي كيخلص الناس اللي كيخلصوا الخاوي ديالهم وكتوصلهم السلعه راه كتوصلهم بخير وعلى خير، والاثمنه راه جد مناسبه. وبغيت نوضح بعض الامور على حسب العتوقه الجديده للبيض، راه هي كتكون دايره الثمن شويه ولكن حاجه مليحه. يعني بحال هذه ديال 3 شهور الحمد لله راه قريبه ترشم، ما بقى لا والو على الرجيم. يعني كاين اللي غترشم في شهر 9 ان شاء الله في الوسط ديالو، وكاين اللي غترشم ان شاء الله في شهر 10 على حسب الدجاجه وكله هي معاش كترشم. يعني كاين اللي 4 شهور ونص، كاين اللي 4 شهور، كاين اللي 5 شهور، كاين تقريبا حتى 6 شهور عاد كترشم. هادشي راه كاع الناس عارفين واللي دايرين تربيه الدواجن. بالنسبه للناس اللي كتسول واش هذا البروجي انه مربح، راه مربح الحمد لله. انك واحد الحاجه كتربيها وكتعطي فيها بزاف المسائل اللي انت كتهلا، لان هي ضروري خصك تقابلها. يعني من الواجب ديالك انك تعطيها الماكله ديالها، نيطواي لها المكان ديالها، تعطيها الواجبات ديالها ديال الادويه، تعطيها العلف ديالها كانك كتربي في بيبي صغير. يعني تهليتي فيها الحمد لله راه غتقدر تزيد بك للقدام. ما تهليتيش فيها وكتهملها وغتجيب عندك السلعه، نصيحه خويا ولا اختي، من الاحسن غير يبعد على هاد الدجاج هذا، انه كيبغي الاهتمام، كيبغي الرعايه، وفي نفس الوقت يعني ما كتخسرش فيه. وبالنسبه للناس اللي مبتدئين يعني ما يكونش فيهم التخوف او يبقاو يسمعوا الهضره ديال الناس بزاف، لا راه حقا ما غتربحش. لا هادي كيكونوا بزاف ديال الاعداء الله يهديهم، لانه كيبغوا يربحوا غير بوحدهم، ما كيبغيش يقول لك راه كاين الارباح وكاين الخطيه وكاين الربح. يعني واحد البروجي اي واحد غيبدا فيه انه راه غيطيح وغيوقف وغيطيح وغيوقف، وباذن الله الحمد لله كتوصل واحد الحاجه لانك انت باغيها، راه كون اكيد ان ربي ما يخيبكش فيها وغادي توصل باذن الله. مهتم بالامر او احتاجتوا شي حاجه او استفسار او اي مشكل عندكم بالنسبه للناس اللي كتاخذ عندي الدجاج، راه الحمد لله كنتبع معاهم حتى كيبداو يرشموا الدجاجات ديالهم على البيض. اللي عنده شي مشكله راه كيبقى يعيط ليا. الناس اللي كتعامل معنا راهم عارفين هذا الشيء، وهذا الفيديو يقدروا غيشوفوه غيكومونطيو بالشهاده الحق اللي كنقول انا، راه هما غيشهدوا فيها. والحمد لله ما تنكذبوش على الناس، وماشي دايرين هذه القناه باش نطلعوا البوز ودايرين شي حاجه باش بحال هكا حنايا باش نربحوا الفلوس. هذه جامي ما عمرنا خدمنا عليها، كنخدموا على المصداقيه وعلى الكليان يكون مرتاح والسلعه توصل بصحه جيده، وكنفرحوا الناس اللي الحمد لله غاديين في هذا المشروع هذا ديالهم. وكنتمنوا التوفيق للجميع والله يسهل على كل واحد. وكنتمنى الناس اللي كيكذبوا على الناس اللي كيقولوا بغينا الدجاجه وكيصيفطوا لهم فروج شويه تقوا الله، ان انسان اول مره غيجي عندك ويقول لك راني بغيت يلا غنبدا، بغيت الدجاجه فيها تقريبا شحال غادي يخصني فيها ديال الدجاجه وشحال غيخصني ديال الفروج، لانك نتايا كفلاح او مربي الدواجن يعني خصك تنصحه، لانه هو جا عندك كيستاشر منك باش تتوريه.
لانه كون عارف انه نتايا، كون انه عارف هو نتايا، هو عارف باللي راه غادي يخدم راسو، راه غادي يقول لك عطيني القد والقد وشنو اللي غيناسبك. الانسان ما فيها باس يوري خوه المسلم باش كل واحد كيوصل لداكشي اللي باغي، لان ربي لا نتايا عطيتي الانسان واحد الفكره اللي هي زوينه ووصلتيها ليه بحاجه مزيانه وبغيتي ليه الخير، كون اكيد ربي حتى غيبغي لك الخير. وسمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو، كنصح بعض الناس كنقول لهم الله يهديكم، تقوا الله وعطوا النصائح يكونوا مزيانين وما تكذبوش على الناس. واللي بغى شي حاجه ديال الدجاجه يعطيه الدجاجه ويقول ليها شحال غيقدها ديال الفروج. بالنسبه يعني للمبتدئين يردوا بالكم بزاف، وكنتمنى التوفيق للجميع. وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم في هذا الفيديو، وشكرا.